واحد من الكوتس اللي بحبها جدا، بحب دايما افكر نفسي بيه، بيقول actions end suffering، يعني الافعال تنهي المعاناة. يعني regardless وضعك الحالي دلوقتي عامل ازاي، وسواء انت راضي عنه او لا، انت بايديك ان انت تغيره تماما، ولكن المعاناة لوحدها ملهاش اي قيمة. عايز اقولك ان معظم المعاناة اللي انت حاسس بيها دلوقتي تجاه حياتك هي مش بسبب وضعك الحالي، على قد ما هي بسبب احساسك بفقدان السيطرة على حياتك. انت حاسس ان انت ملكش سيطرة، ملكش كنترول على مصيرك. فعشان كده اللي انا عايز اكدهولك ان انت مجرد ما هترجع تاني تقعد على الدرايفر سيت، كرسي القيادة، وتتولى مهام حياتك، المعاناة ديت هتختفي تماما. كل اللي مطلوب منك ان انت تبدأ تصلح المسار بتاع حياتك ولو بنسبة 1%. 1% في الاتجاه الصح هي البداية اللي انت محتاجها دلوقتي حالا. كويس جدا انك ادركت سوء الوضع اللي انت فيه، ولكن اللي لازم تدركه كمان انك تملك السيطرة الكاملة على تغيير الوضع ده تماما. فعشان كده الاكشن اللي انت هتاخده دلوقتي حالا هو اللي هيضع نهاية للمعاناة اللي انت حاسس بيه. لو حاسس بعدم رضا عن علاقاتك، عن حياتك الشخصية، عن شغلك، عن أدائك الوظيفي، عن نتائجك، حدد ايه الاكشنز اللي انت محتاج تاخدها دلوقتي عشان تغير الوضع ده كله.